أعزائي المشاهدين، بالتزامن مع امتحانات نصف السنة اليوم احنا موجودين في إحدى المدارس، راح نطلع على المستوى التعليمي للطلبة، راح نسألهم، راح نشوف شلون كانت الأجوبة، هل الأشياء اللي توجه ضد الامتحانات وضد التربية دائما هي أشياء صحيحة ضد الأساتذة. ويانا طالب بده يكمل الامتحان، أهلا وسهلا بيك. بالبداية نرحب بيك احنا. زين، ممكن نعرف اليوم شلون جاوبت؟ زين، الأسئلة شلون كانت؟ يعني أتمنى لو دقيقة انتوا جاي تناشدون وهذا وخر، انا بدي احكي. استاذ انا بدي اناشد. وين رايحين؟ اروح وراك ولا تروح للمريخ اليوم؟ اسمعني استاذ، يعني احنا الطلاب بس دقيقة، يا ولد كملت امتحان تعالوا، بس يجون الولد. اوقف هنا. استاذ يعني احنا الطلاب معاناتنا معاناة، والله الامتحانات دمرت. زين، يعني احنا طول عمرنا ايد وحدة ما حد يفرقنا. احنا متفقين نغش سوا، تجيبون الاسئلة اي وبي ليش؟ ليش هاي الطائفية؟ الله اكبر عليكم، ما يصير هيك. يعني 50 طالب بدنا نمتحن بقاعة واحدة. الاستاذ يعوف الصف كله ويجي يوقف على راسي، ادري انا صوبه الخطرة، والله مو صوبه انا توقف على راسي. يا اخي ما يصير هيك. ويجيك طالب لوقي يطلع من الامتحان يقول جاوبت الاسئلة كلها. ادري اشوفك بالدور الثاني ليش؟ ادري جاي سياح على الدور الثاني الخاطر الله، ما يصير هيك. من القى استاذ؟ من المدرسة، من اهلي. امي من اطلع الصبح اروح المدرسة تقول لي يمه لا تعوب شي فارغ، يمه والله راح امتحن ما راح ازرع، والله ما راح ازرع والله العظيم. يقول ليش ما تقرا؟ اذا الاستاذ يطب للمحاضرة يقول اللي ما راح يصير براسهم خير اعرفهم، وانت ما يصير براسك خير، وانت استاذ تدرس ولا تلعب الحيل بس على كيفك ويانا جاسم الاسود، ما يصير هيك. استاذ بقت شغله واحده بس بقلبي، يقول بالانجليزي ليش بدها تنجح؟ طبعا اذا المدرسه مالتنا اسمها ست هاني يا اخي، اسمش مال دردشه لا تخربي بالتدريس. الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم.